المنتخب المغربي في مواجهة منتخب تنزانيا في ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025. كيفاش وصل منتخب المغرب وأيضا منتخب تنزانيا لثمن النهائي؟ شنو هي طريقة لعب منتخب تنزانيا؟ وفي الأخير شنو هي التشكيلة المتوقعة باش يدخل بها وليد الركراكي في مباراة الغد ضد منتخب تنزانيا؟ أهلا بكم متابعينا الكرام. المنتخب المغربي في مواجهة مهمة ضد منتخب تنزانيا في دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025. بالتأكيد هذه المباراة ما غاديش تكون مباراة سهلة وما غاديش تكون مباراة للتأهل فقط لدور الربع، بل هي غتكون مباراة مناسبة باش يأكد المنتخب المغربي وتأكد أسود الأطلس أنها واجدة للمنافسة على اللقب القاري، خاصة في ظل توفر كل الظروف اللي غتساعد المنتخب المغربي باش يحقق اللقب القاري. الآن غنحاولوا أننا ندويو على طريق المنتخبين للثمن النهائي، كيفاش وصل سواء المنتخب المغربي وأيضا المنتخب التنزاني للثمن النهائي كأس إفريقيا للأمم. المنتخب المغربي داز متصدر للمجموعة الأولى ب7 نقاط، بحيث أنه فوز في المباراة الأولى على منتخب جزر القمر وتعادل أمام منتخب مالي قبل ما يفوز في المباراة الأخيرة على المنتخب الزامبي. فيما يتعلق بالمنتخب التنزاني، المنتخب التنزاني تأهل دور ثمن النهائي من بعد مجمع نقطتين فقط من 3 مباريات، كان تعادل أمام منتخب أوغندا، هزيمة أمام منتخب نيجيريا، وتعادل في الجولة الأخيرة أمام منتخب تونس. باش نفهموا كيفاش غادي يلعب منتخب تنزانيا ضد المغرب، غادي نركزوا على مباراتي تونس وأيضا نيجيريا، وغنحاولوا أننا نتفاداو الحديث وتحليل مباراة منتخب تنزانيا وأوغندا باعتبارهم منتخبين من نفس المستوى. الآن غادي يكون التركيز على المباراة اللي جمعت تنزانيا ضد المنتخب النيجيري. المنتخب التنزاني فهو لعب بلوك طالع شوية وحاول يضغط بشكل كبير على الحامل الكرة من لاعبي ديال منتخب نيجيريا الكاليتي وأيضا السرعة يعني والتجربة اللي كاينة عند لاعبي ديال منتخب نيجيريا، فهي اللي خلات المنتخب النيجيري يحقق له انتصار على المنتخب التنزاني. المنتخب التنزاني فهو كيعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة، وهذا الشيء اللي شفناه في هذه المباراة ضد منتخب نيجيريا، وتمكن أنه يسجل واحد الهدف اللي كان من هجمة مرتدة. فيما يتعلق بالمباراة اللي خاضها منتخب تنزانيا ضد منتخب تونس، في هذه المباراة بالضبط شفنا المنتخب التنزاني بالوجه الحقيقي، لعب ببلوك طايح وحاولوا أنهم يسدوا كاع المنافذ ويخرقوا المنتخب التونسي وما يخليه أنه يلعب بين الخطوط، وحاولوا يعتمدوا بشكل كبير على الهجمات المرتدة اللي كيقودها اللاعب سيمون أمصوفا. فيما يتعلق بالنهج العام ديال المنتخب تنزانيا نقدروا نقولوا أنه كيعتمد بشكل كبير على 4-1-4-1 اللي كتحول في بعض الأحيان 4-1-3-2، بحيث أنه كيعتمد في الهجوم على ساماتا وأيضا سيمون أمصوفا في الهجمات المرتدة، وغالبا ما كيعتمدوا على ساماتا كلاعب محطة. فيما يتعلق بالتشكيل المتوقعة للمنتخب المغربي، فمن المتوقع جدا أنه يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى. في خط الدفاع كنتوقع أنه يكون أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أقرد، أدم ماسينا. في خط الوسط من المتوقع جدا يكون نايل العيناوي، وأمامه عز الدين أوناحي وإسماعيل الصباري. في خط الهجوم غادي يكون إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي، وفي رأس الحربة غادي يكون أيوب الكعبي. خلاصة القول، مباراة الغد ضد منتخب تنزانيا ما غاديش تكون سهلة. منتخب تنزانيا فهو غيحاول انه يموت معك في التيران وغيحاول يخنقك ويخليك تلعب على الاعصاب ديالك كما دار مع المنتخب التونسي، لكن بوجود لعابه بحال دياز وأوناحي اللي كيعرفوا يلعبوا بشكل كبير في المساحات الضيقة، المنتخب المغربي عنده كاع الأسلحة باش يحل دفاع منتخب تنزانيا ويتمكن من التأهل للربع نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.